طوي. أملك تصريحا لك حول المنتخب المغربي في أول عدد في الاستوديو المونديال، حول توقعاتك لهذا المنتخب في الدورة. فلنستمع لما قاله فريد في أول عدد لبرنامج استوديو المونديال. محمد رشحاء المغرب. أنا لدي رأي آخر يا عماد. ربما المغرب وهي تستغني على هاليلوزيتش وتقوم بوضع الركراكي على أسود الأطلس. أنا أظن بأن المغرب تسير على خطى الجزائر في كثير من الأمور. تخيل معي عندما استخدمت الجزائر جمال بالماضي، وهو تقني جزائري شاب قريب في السن من اللاعبين، وحقق ما حققه باستخدامه في نهائيات كأس إفريقيا 2019. المغرب حاول اولا استخدام اللاعبين مزدوجي الجنسيه على الطريقه الجزائريه، ثم اسندوا المهمه الى شاب مغربي ايضا هو من المغتربين، وحقق ما حققه مع نادي المغربي في رابطة أبطال إفريقيا، ثم منحوه كل الثقة والورقة البيضاء في يعني تزعم الطاقم الفني المغربي. لكن هذا السلاح ربما يكون ذو حدين يا عماد. إما أن الركراكي يستطيع أن يتوهج رفقة اللاعبين الذين كان عليلوزيتش غاضب عليهم في صورة زياش، وربما ايضا سوف لا يستطيع الركراكي ان تتضح حقيقة حليلوزيتش. يعني ربما سوف يدفع المغاربه اقاله اليلوزيتش يعني بطريقه مباشره. في اول لقاء سوف نكتشف هذا المعطى، اما ان المغرب يستطيع الذهاب إلى الدور الثاني مثل ما يتوقع البعض، لا لشيء سوى لأنه يمتلك العديد من النجوم في صفوفه، لكن هذا لا يؤهل أي منتخب بأن يحقق انتصارات. لذلك علينا أن نتريث ونشاهد المباراة الأولى ضد كرواتيا، وسوف لن تكون سهلة بالنسبة للمغرب. وأيضا عليهم بالعودة لمباراة السنغال الذي يعني كان يتسيد افريقيا، لكن عند هذا المستوى العالي في نهائيات كأس العالم الامور تختلف جملة وتفصيلا يا عماد. طبعا فريد لم تكن متفائلا بقدرة المغرب على التأهل للدورة الثانية، لكن أشبال الركراكي خالفوا الجميع وجميع التوقعات وتأهلوا لنصف نهائي المونديال. اولا هذا التصريح كان قبيل انطلاق المونديال. يعني عندما نصرح قبل أي مباراة نذهب يعني مباشرة إلى الورق. على الورق المغرب لم يكن يضاهي لا كرواتيا ولا بلجيكا وكندا، يعني ليس في الحسبان. لكن أنا قلت لك في التصريح إما المغرب يخرج بصفر نقطة من هذه المجموعة، وإما علينا أن ننتظر المباراة الأولى لنكتشف مستوى المغرب بطبعة الركراكي. اكتشفنا المغرب في أول مباراة، وأنا قلت بعد المباراة بأن المغرب احترم كرواتيا كثيرا، والا لكان قد افتك حتى مع كرواتيا النقاط الثلاث يا عماد. انا اتبادل الفاكهه مع جابر عندما قال لك منذ قليل وتوقف عند المنظومه الدفاعيه للمغرب. الركراكي الذي وجد نفسه مضطر للسير بهذا المنتخب في نهائيات كأس العالم ولم يكن لديه الوقت الكافي، ركز على ماذا يا عماد؟ ركز على تحسين المنظومة الدفاعية كأولى الخطوات حتى يتفادى الهزائم، ثم يتطلع من مباراة إلى أخرى لتوظيف ما يمتلكه من إمكانيات في وسط الميدان وفي الهجوم. إلى حد الآن المغرب يسير بخطى ثابتة برفضه للعب يا عماد. لا ننسى هذا المعطى. صحيح. اليوم في نصف النهائي ربما لأول مرة، أمين نشكره على كل الإحصائيات التي قدمها ويقدمها من الحين إلى الآخر، لكن هناك إحصائية ربما لم نتوقف عندها. لأول مرة في تاريخ ربما كأس العالم نحضر إلى يعني المربع الذهبي إلى حد الآن منتخبان تأهلا إلى النصف برفضهما للعب، وهما كرواتيا والمغرب. أي نعم، أرفع القبعة للركراكي وللأشقاء المغاربة. ربما لو لعبوا لما وصلوا مثل ما فعل اليوسيسي مع السنغال، ومثل ما قلنا في الحصة الماضية يا عماد. حتى المنتخب الوطني في 2019 ما كانش يلعب كرة قدم، يعني بناء اللعب من الخلف. يعني هذه كخطوة أولى. يعني الناخبين في المستوى الثاني والثالث سواء في إفريقيا أو آسيا عندما يواجهون الأوروبيين وأمريكا اللاتينية يحاولون تخفيف الأضرار، لا يملكون تلك الأسلحة التي لذلك اليوم ما فعل
فعله الركراكي يفتح الأبواب واسعا ويرفع سقف الطموح أمام الأفارقة أولا وأمام الأسيويين على أنهم باستطاعتهم الذهاب بعيدا. والدليل اليوم أمامنا منتخب إفريقي يفعلها لأول مرة في تاريخ الكرة العالمية، يصل إلى المربع ويتطلع إلى الذهاب ربما إلى أبعد. ولما لا؟ اليوم المغرب لا يخسر أي شيء في النصف، سوف يلعب كل أوراقه وسوف يحاول الذهاب إلى أكثر من إحداث المعجزات. أنا أقول فقط يا عماد، نحن كمحللين وكمتابعين تخيل معي بفوز المغرب وبذهابه إلى النصف سوف تتعالى الأصوات التحليلية سواء عندنا في الجزائر أو في مصر أو في السعودية أو في البلاد العربية عامة الشغوفة بكرة القدم، وسوف نثمن كل ما قام به الركراكي على حساب ما يجري في المستوى المحلي سواء في الجزائر أو في تونس أو في المغرب أو في السعودية، ونقول ونحلل هذا المغرب أتى بكذا ووظف كذا يعني سوف نثمن ونقوم بتحليلات إيجابية على كل ما قام به الركراكي على رأس أسود الأطلس. لذلك يا عماد أنا أتوقف عند شيء، نحن بدأنا المشروع والمغرب يحصد الثمار. بهمصة المنتخبات الإفريقية يا عماد هو يعني الدليل أو الطريق الوحيد والأوحد أمام المنتخبات الإفريقية للذهاب بعيدا لمبارزة الكبار. اليوم المغرب فعلها ب14 لاعبا من مزدوجي الجنسية في صفوف القائمة التي يعني قادها الركراكي إلى الدوحة. وأضيف لك ملاحظة أخرى يعني بتوظيفه ل14 لاعبا من مزدوجي الجنسية بقي أمامه 9 أو 10 لاعبين من البطولة المحلية. البطولة المحلية في المغرب يا عماد تسيطر على إفريقيا في السنين الأخيرة بدليل فوز الوداد. أكبر ما يدرك هذا الأمر هو وليد الذي فاز مع الوداد برابطة الأبطال وخريبكا يعني كأس الاتحاد إفريقيا. لذلك يا عماد المغرب يتشكل من هجين مزدوجي الجنسية بهمصة هذا المنتخب وأيضا من اللاعبين المحليين الذين رفعوا المستوى عاليا في إفريقيا. لذلك مثل ما قال جابر أنا لا أرى أي مفاجأة في وصول المغرب إلى النصف، وقد نحضر يا عماد كمفاجأة أخرى لنهائي بين كرواتيا والمغرب. أعود عماد لتصريحات فريد العطاوي بالسابق. كما قال في سابق التصريحات جاءت قبل المنافسة، يعني حتى المغاربة لم يتصوروا أن يصلوا إلى نصف النهائي في مجموعة كانت فيها كرواتيا وبلجيكا. يعني صحيح. كانت هذا أمر عادي، أراه أمر عادي جدا. إلى تنتظرني قليلا. شوف يا جابر، ما رأيك في مردود وليد الركراكي كمدرب؟ تحدث فريد على عديد الأمور. من الناحية الفنية المنتخب المغربي لعب مباراة تكتيكية بامتياز، طريقة لعبه لا تختلف كثيرا عن كرواتيا كما تحدث فريد. أيضا البقاء في الخلف واستعمال المرتدات. عجبتك جابر؟ والله هايل شغل السؤال بعد كاين التكتيك. شوف انا حبيت نتكلم واحد الكلام. كلنا دائما في البلاطوهات الجزائريه والعربيه دائما نتكلموا كلمه مدرب فلاني مفلس تكتيكيا، بصح واحد ما تجرأ انه يشرح واش معناها مفلس تكتيكيا. الافلاس التكتيكي كنت تشوف اليوم المدرب الركراكي تعرف باللي تحس باللي كاين مدربين مفلسين تكتيكيا. كي تشوف معاه اليوم كيفاه يبدل عنده المرونه التكتيكيه في المباراه تقول هذا انسان عنده افكار. لانه العكس تاع الافلاس التكتيكي هو الثراء التكتيكي. ما معنى الثراء التكتيكي؟ هو انه كي مدرب يدرسك عندك الخطه البديله وعندك دائما رده الفعل هذيك كاينه طول. انا البارح مع زميلك نبيل تكهنت قلت له باللي المباراه ضد المنتخب الاسباني والمنتخب البرتغالي تختلف تماما، لانه المنتخب الاسباني طريقه لعبه ضد المنتخب المغربي وطريقه لعبه المعتاده هي التي كانت سببا لاقصائه. لماذا؟ لأن المنتخب المغربي لما يهاجم في بعض لحظات المباراة راح يترك فراغات. كي يترك فراغات لما يهاجم المنتخب الإسباني بطريقة لعبه تاع لا كونسيرفاسيون دو بال والاحتفاظ بالكرة يمكن المنتخب المغربي من العودة إلى مكانه ويل سي بلاس ويكونوا الكتلة الدفاعية تاعهم. أنا قلت له مباراة البرتغال راح تكون توتالمون ديفيرونت. قلت له اتونسيون منتخب البرتغال عنده طريقة لعب أنه يلعب لو جو ديريكت. لكن كي شفت طريقة تعامل الركراكي مع المباراة اليوم عرفت باللي إنسان ثري تكتيكيا.
عرف باللي المنتخب البرتغالي راح يلعب لو جو ديريكت في المكان في الفراغات اللي يتركها المنتخب المغربي لما يهاجم، لانه ما يشتيش لا كونسيرفاسيون دو بال. اي بان على بالو باللي المنتخب البرتغالي راح يهاجموا، اي بان على بالو باللي المنتخب البرتغالي راح يترك فراغات، هو ايضا هاجمه. المنتخب المغربي اليوم ما لعبش دفاع في الشوط الاول، ما لعبش دفاع، لعب بطريقه في كتله دفاعيه، لكن كانت هناك مبادره في الهجوم اكثر من مباراه اسبانيا، لانه اشتغل في المساحات التي تركها المنتخب